وعدتكم على الأغنية الثانية اللي لو متصورة كان ممكن أن تحقق نجاح كبير جدا. هاي الأغنية من ألحان علي بدر، تحياتي إليه، وأيضا غناء الفنان الكبير محمد عبد الجبار. طبعا أيضا هي من ضمن مجموعة من الأغاني اللي كتبتها لمحمد. شنو سبب أنه هي ما تصورت؟ محمد عبد الجبار كان عنده أخوه دكتور، هو تقريبا صاير مدير أعماله، أو هو اللي يتصرف بالأغاني، يعني بالتعامل مع الشعراء مع الملحنين وكل الأمور بيد أخو محمد. صار خلاف بينه وبينه حول أجور العمل. يعني ما أريد أخوض بالتفاصيل كلها، بس يعني تأخر بالحقوق. يعني المفروض كان يعني ينطي الحقوق حتى قبل التسجيل، بس صار يعني تأخير بها، فصار بينه وبينه كلام. هو انغث، ما أعرف يعني انزعج من الموضوع، فكانت مرشحة 100% للتصوير، ولكن لأن صار الخلاف بينه وبينه أيضا بعدها عن التصوير. وكان من الممكن انه هو يعني يشوف مصلحة اخوه بيها. يعني هي اغنية صح انا كاتبها، ولكن منو اللي راح مثلا يعني يستفاد من عندها او ينجح وتكون من الاغاني الناجحة؟ طبعا المطرب، احنا بالعراق الشاعر اخر من يستفاد من هذا الموضوع. دائما الشهرة للمطرب، حتى الملحن يعني منسيين، الشاعر والملحن. فالنجاح والشهرة للمطربين، يعني هذا واقع حال، مو يعني هم المطربين أخذوه، بس هو واقع حال. يعني فكان من المفروض أنه هو يبعد الخلاف بينه وبينه حول هذا الموضوع، وتصور الأغنية وتحقق نجاح. لكن مع الأسف هاي الأغنية أيضا هي من الأغاني اللي ما انخدمت أو ما تصورت، ولو كان متصورة كان ممكن تكون بحث آخر. نعم، ما ترتاح إلا تبكيني، إلا تشوف دموع بعيني. طبعا أكيد هسه أغلبكم يقول الله هاي الأغنية جد حلوة، ويجوز أكو من الأصدقاء يعني ما يعرف إنه أنا كاتبها مثلا أو ملحنها علي بدر. لأن أغنية بصراحة يعني الشارع والناس مو كلهم إنما أغلبهم يعرف إنه هذه أغنية لمحمد عبد الجبار وناجحة وإلها حضور. وحتى أكو بهم ناس يعني ماخذيها مثل المثل، ما ترتاح إلا تبكيني، ولكن قسمتها أن تبقى أغنية ما مصورة. ولو كانت يعني مصورة كان سوت جو كبير. تحياتي لعلي بدر، تحياتي لمحمد عبد الجبار، وقبلها تحياتي لكم وطيب الاستماع.